انا عايزه السفره فيها ليدات، واوضه النوم كمان هركب ليدات، ومرايات الحمام عايزه مرايات الحمام بليدات، عايزه الشقه كلها منوره كده ملعلطه. انت وقفت ليه؟ عارفه ان انا ما بخبيش عليك حاجه. معلم عبد الرب عاوز يجوزني بنته سميحه. يا عرب هو ده وقت هزار؟ اقول لك للدات والسفره وانت بتهزر يا اخي. انا ما بهزرش، انا بتكلم بجد. ايه؟ بتتكلم بجد؟ وانت جاي تقول لي ليه؟ تكونش عايز اروح افتح سميحه واخطبها لك؟ اتاريك قاعد تايه ومش مركز في اللي انا بقوله. وانت بقى رديت عليه ان شاء الله قلت له ايه؟ خدني على اخوانا، ما لحقتش ارد. لحقتش ترد؟ ليه ان شاء الله؟ لسانك اكلته القطه؟ وليه بقى لما رباح جه طلبني مرمطتني ومسحت بكرامتي الارض؟ انت بتقارني ايه بايه؟ هي يا عرب، هي هو جه طلبني والحاج طلبك لبنته، ولا عندنا يحيى وكخه ولما اترمت في حجرك بقت حلوه؟ ما تيجي بقى افكرك لما رباح جه طلبني وانت في السجن، انا وقفت بعلو صوتي وقلت له انا مش بتاعتك، انا بتاعت عرب ومش هكون لحد غيره. ولما حط عليا انا ابويا وهددنا في وسط المغربلين كلها وكان عايز يطردنا، انا ركبي ما خبطتش في بعض وكنت مستعده احارب واحارب الدنيا كلها عشان خاطرك يا عرب. انت دلوقتي عايزه تتخاني؟ انا بحكي لك دلوقتي عشان تفكري معايا ولا عشان تدبي وتقعدي تأنبيني؟ صح يا اخويا، المفروض افكر معاك. سهله، ما حنان دي عيله كحيانه وفقيره وغلبانه وهبله في داهيه لما تزعل. انما سميحه بنت الحاج هبقى جوزها المدير اللي بلعب بالملايين لعب، طبعا هي اولى. وحنان دي عيله عادي اراضيها بكلمتين، سهله اجيبها عند سميحه لما اتجوزها تكنس لنا وتمسح لنا وارمي لها قرشين، ولو زعلت اكتر اراضيها برضو بكلمتين عادي. بس انت عندي بالدنيا كلها، ولو خيروني بينك وبين اي حد انا مش هتشوف غيرك. انا قلبي من ساعه ما دخلتي وانا قافل عليكي جواه، ولو حطوا كنوز الدنيا في كفه وحطوكي في كفه، كفتك انت اللي هتطب وبزياده عنها. هتثبت لي الكلام ده وتروح لعبد ربه وتقول له انا مش هتجوز بنتك وهتجوز حنان الفقيره الغلبانه علشان دي حب عمري واللي انا مربيها على ايديا، حتى لو ده هيكسرك شغلك. بس هتبقى كسبتني، كسبت حنان يا عرب، عشان انا بحبك وماليش غيرك. ولو فكرت تتجوز واحده غيري هموتك واموتها اموت نفسي وعليا وعلى اعدائي. روحني يا عرب، روحني. ايه دي؟ هعمل لك اللي انت عايزاه والله. انا بحبك. انا هموت يا عرب، هموت لو بعدت عني، هموت. اهدي بقى، خلاص مفيش حاجه. بحبك يا عنان يا بنت، بحبك يا بنت، خلاص بقى، خلاص. استنى يا حاج. ايه؟ خير؟ كنت عايزه اكلمك في موضوع كده مهم. خليه الصبح عشان عايز انام انا. ما ينفعش يا حاج، انا عايزه اكلمك دلوقتي. خير اللهم جعله خير. انا مش موافقه ان سميحه تتجوز عرب. ايه؟ انت عايزه تكسري كلامي؟ معاش ولا كان اللي يكسر كلمتك،
بس انت زمان شردت عليا وقلت لي لو خلفتي واد هنتخلص منه، وانا وافقتك، والحمد لله ربنا سترها وجات البيت. أنا الأوان بقى إنك تردها لي وتوافقني على أي حاجة أطلبها منك. سميحة مش هتتجوز عرب. يا صباح، ايه مالك؟ تيجي مكبره الموضوع كده ليه؟ عشان مش شكلها، مش توبها، بنتك مش عاوزاه. ما تبقاش أختها هتتجوز واحد مهم وفي الآخر أنت تتجوز بنتك سميحة لعيل عندك أجري. عشان خاطر أنا يا حاج ريح قلبي، اديها لجمال ابن أخوك ونخلص. لما تكشفي اللي جواكي والحد ده ما يحصل، انا ما عنديش كلام تاني. كلامي ساري، فرح سميحة على عرب بعد بكره. لا انا ما اشربش البيره على الصبح، انت مربيني على كده. غذي نفسك يا رباح. صباح الخير. اهلا اهلا اهلا. مرحبتين وهلا. حماتك بتحبك، تعالى كل يا سياده المستشار. لا متشكر يا رباح، سبقتكم. عملت ايه في الحكايه دي؟ كلامك طلع صح يا عم كمال. شفت بقى، صدقتني. هو ايه اللي قال لي وقلت له وصدقتني وصدقتك؟ ايه الحكايه دي؟ يا بت، هتقول له انت ولا اقول لي انا؟ لا سيب لنا الطلعه دي. رزقك. حنان الغرباوي. اشمعنى؟ امسك. حنان بتقف قصاد الاقسام تصطاد الرجاله المريله، تخطف تليفوناتهم وتطلع تجري من العربيه. لو الزبون فكر انه ينزل وراها يبقى بيتحرش بيها، هوب تسحبه على الاسم. هو يعمل لها محضر سرقه وهي تعمل له محضر تحرش، ولان طبعا كلهم رجاله محترمين مش عايزين شوشره فبيتنازلوا. هي بقى ما بتتنازلش الا لما تاخد الديه. وكل برغوت على قد دمه، شغله داير. وعرب يعرف؟ لا طبعا. يبقى لازم اقول له. لا الطلعه دي كمان تلزمني. يلا رزقك. حلال عليك يا متر. ما انا وابويا برضك يعني عملنا لك توكيل. مظبوط. وبكره تروح تحلى وتجمعنا الجميله. ان شاء الله ان شاء الله تحلى. يا بنت اللعيبه. الحاج عايز يجوز عرب لسميح، لكن أنا مش موافقة. أنا اديتك كلمة، سميحة الجمال. طب وعرب لمين؟ واحنا مالنا، هو ونصيبه بقى. ازاي؟ ده عرب. في ايه همك؟ وايه علاقة عرب؟ قصدي يعني ده عرب اللي الحاج بيحبه، مش بيسمع لغيره. اسمعي مني يا همة المفيد، انت تروحي للحاج وتقولي له ان ابنك تعبان ومقهور عشان رفض الجوازة، ساعتها الحاج هيماين وهيديها له. بس جمال مش مقهور يا حبيبتي، وطالما الحاج مصمم يبقى خلاص ادوا انغام لجمال. لا انغام لا، انغام خطيبها راجع لها. اسمعي يا صباح، انا مش هتحايل على جوزك، وانتي عارفه لو هو مصمم يبقى خلاص. وبعدين انا ابني مش مستني حاجه من حد، 1000 واحده تتمنى جمال. اقول لها ايه الوليه دي؟ جبتك يا عبد المعين تعني. لقيتك يا عبد المعين عايز تتعان. اطفحي القهوه وهعيد لك تاني الكلام. يلا